السلام عليكم، اهلا بيكم مطبخ ريتال للاكلات الشهية. العيد على الابواب وروايح العيد بقى، حواوشي، كفتة، بصوا، ممبار، كل حاجة نفسكوا فيها. العيد بيجي بنعمل كل ايام العيد كلها بنعملها الحاجات اللي احنا بنحبها. فالنهاردة من نص كيلو لحمة مفرومة بس هنعمل كمية الحواوشي دي كلها. الحواوشي الاسكندراني حاجة كده، طريقة سهلة جدا تقدري انت تعمليها. مش بصي ولا هتفردي ولا يعني، حاجات سهلة جدا ان انتي تقدري، وحشوة متماسكة كمان، والعيش بتاعه ألذ كمان. شايفين شكل الحشوة بتاعتنا؟ شايفين العيش بتاعنا؟ شايفين الشكل؟ بجد كده حاجة تحفة جدا بجد. شايفين المنظر؟ العيش طري جدا، والحشوة كمان ثابتة في قلب العيش، ما وقعتش في العيش ولا بره العيش ولا الكلام ده، ولا العيش بتاعنا اتقطع، لا حاجة كده مظبوطة. يلا نشوف الطريقة مع بعض. لو عجبتكم الطريقة ما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناة. اول حاجة هنا يا ست الكل معايا فلفل، طبعا الفلفل هنا اختياري. 2 حبة بصل معايا، 1 فلفل رومي اخضر، 2 فلفل حار، 1 فلفل الوان اصفر، 1 فلفل الوان اخضر. مش متوفر عندك فلفل الوان، بتحطي بقى ايه 2 حبة فلفل اخضر، و2 حبة من اللي هو الشطة والبصل بتاعك. ببتدي ان انا اقطعهم كده بالشكل دوت. بعد كده هفرمهم في الكبة واقلب معاهم اللحمة بتاعتي. انا دي معايير نص كيلو، انا هحط 2 بصلة بس على النص كيلو، وواحد فلفل يعني، و3 قرون فلفل. بعد ما فرمتهم اهوت وضفت اللحمة عليهم، هبتدي انزل بالبهارات بتاعتي. معلقة صغيرة من الكمون، ربع معلقة من القرفة، معلقة صغيرة شطة، معلقة صغيرة من البهارات، وملح وفلفل وكزبرة، وبهارات سبعة، وبهارات حواوشي. كل البهارات اللي احنا حطيناها دي لغايه هنا كده تمام. ايه بقى اللي يمسك لنا الحشوة بتاعتنا وما يخليش البصل؟ طبعا احنا عارفين ان البصل بيجيب مية، مهما عملنا فيه هيجيب مية. هنحط ننزل بمعلقتين دقيق، لو ما عندكيش دقيق ممكن تحطي بقسماط، ومعلقة صغيرة من الكيك شيف او البيكنج باودر. هنا ليه؟ علشان يخلي اللحمة بتاعتك مش مكتومة مفتحة كده، والدقيق علشان يمتص السوائل بتاعة البصل. وطبعا بنحط قطعة من الدهن. لو مش متواجد عندك دهن تقدري انت تحطي معلقة من الزبدة او معلقة من السمنة. بعد كده بتعجنيها كويس جدا وتسيبيها في التلاجة لمدة ساعتين او ساعة، حسب بقى احتياجك انت هتعمليها امتى. انا هسيبها ساعة في التلاجة، وبعد كده نشوف احنا هنعمل ايه. بس اهم حاجة ان انت تعجنيها كويس جدا علشان تتشرب السوائل، علشان دي يتشرب كل السوائل المتواجدة فيها. ادخلها التلاجة ونشوف الخطوة اللي بعد كده. معايا كيلو من الطحين، ومعايا كمان معلقة كبيرة من خميرة الفورية، معلقة كبيرة سكر، هنا معايا معلقة من البيكنج باودر، ومعايا نص معلقة من الملح. هبتدي هنا اقلب المكونات بتاعت الجافة دي كلها مع بعضها. اهم حاجة ان انت تبقي نخلة دقيق، وطبعا لا غنى عن اللبن البودرة، تقدري انت تستغنى عنه وتحطي لبن حليب. في ناس بتحطي زبادي. بصي يعني اللي انت بتحطيه ده يعني ايه، بيدي ميكس للطعم كده، يعني حاجات انت بتزوديها من عندك. مش متواجد عندك ما تحطيش. انا حطيت معلقتين من اللبن الحليب، لبن البودرة، وهنزل بالمية بالتدريج. المية هنا ما بتنزليش بكمية المية كلها، لا بتنزلي واحدة واحدة علشان تعملي عرق للعجين بتاعك. انا نزلت بكوباية، هنزل كمان بنص، وبعد كده ابتدي اعجن. احتجت تاني هحط، ما احتجتش خلاص مش هحط. انا نزلت دلوقتي بنص، بنزل بالتدريج بالمية لغاية ما الم العجينة كلها بتاعتي. طبعا هنا نزلت بمعلقتين من الزيت كمان علشان تسهل عليا طريقة العجن بتاعتي، اني كمان اغلف الدقيق بتاعي بالزيت بالمرة كمان. طبعا بفضل الم في العجينة لغاية ما تصبح معايا كتلة كده. هنا اخدت معايا العجينة بتاعتي، خدت 2.25 كوب من المية، وهي كده يعني ايه صلبة شوية. انا هنا بنزلها على المفرش بتاعي او على الكاونتر بتاعي،
وابتدي ان انا ايه ادلك فيها كده لغايه اما اعمل للعجينه بتاعتي عرق. طبعا بجيب طبق فيه شويه ميه وببل ايديا علشان اطري العجينه وانا شغاله. ببل ايديا كده بس مش ببلها قوي او ما بحطش، يعني ببل طرف ايديا كده العجينه وبفضل ادعك فيها كده لغايه اما العجينه تبقى ناعمه معاكي. طول ما انت حاسه ان العجينه ناشفه اعمليه بالميه. بعد كده هنا انا حطيتها في البوله بتاعتها ودهنتها دهنه زيت وسبتها اختمرت. قعدت تلت ساعه، لو في الشتاء بتقعد ساعه. دي شكلها هي بعد ما اختمرت. انا هبتدي ان انا اهبط الخمر بتاعها ده كله وابتدي بقى ايه ان انا اقطعها. هنا العجينه حسب ما انت تقطعيها، عايزه تقطعيها على 8 قطعيها، عايزه تقطعيها على 10 قطعيها، حسب الكميه بتاعتك وحسب كميه اللحمه بتاعتك اللي انت هتقطعيها. هنا انا هعملهم يعني من 8 ل9 كرات، مش ثابته، يعني ممكن هي طلعت معايا 9. هبتدي ان انا اغطيها بقى واسيبها ترتاح. بعد كده اجيب الحشوه بتاعتنا، طبعا عملنا الحشوه بتاعتنا. بجيب المفرش بتاعي بقى زي ما انتوا شايفين كده وابتدي ان انا ادهنه بالزيت وابتدي بقى ايه ان انا افرد الحواوشي بتاعي بالشكل دوت اهو بايديا من غير ملدرة ولا نشابة ولا اي حاجة. واجيب طبعا كرات اللحمة بتاعتي. انا مسكت اللحمة بتاعت الحواوشي عملتها كرات على قد قطعة الحواوشي بتاعتي وابتدي اقفل الرغيف بقى. هنا انا مش بعمل الرغيف طبقتين، لا، هنا هو الرغيف طبقة واحدة بس. وببتدي ان انا اقفلها كويس جدا وبتبقى الناحية اللي هي بتقفليها دي هي اللي بتبقى تحت. بنفس الطريقة بتكملي الكمية كلها اهيت. بتبتدي ان انت تفرديها، بتتفرد معاكي بمنتهى السهولة، ما بتاخدش اي وقت. واجيب قطعة اللحمة بتاعتي برضو كرة اللحمة اللي احنا عاملينها وابتدي ان انا احطها. ما بفردهاش، لا، بلم العجين عليها واسيب العجين بتاعتي طبعا لغاية ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. وبعد كده بيكون مولعين الفرن ومجهزينه وبعد كده بنفردها في قلب الصاج على طول علشان ندخلها الفرن على طول. بجد ما بياخدش اي وقت والطريقة سهلة قوي، تقدري ان انت تعمليه في اي وقت، يعني ما بياخدش وقت خالص. غير بقى الاول لما كنت بتعمليه طبقتين بياخد منك وقت، لا هنا ما بياخدش وقت منك خالص، بجد ما بياخدش وقت خالص. شوفي التقفيله بتقفليها كويس جدا. تحاولي ان انت تقفلي من تحت وتخلي القفله لتحت علشان ايه اللحمه بتاعتك ما تخرجش. طبعا انا جبت الصاج بتاعي دهنته دهنه من الزيت. هبتدي اخد بقى كره كره من الحواوشي بتاعنا او رغيف رغيف وابتدي ان انا افرده. هشد كده المفرش بتاعي وابتدي ان انا افرد بقى في قلب الصاج. بتفردي من النص على بره علشان توزعي اللحمه كلها على جميع الجوانب بالشكل دوت. شايفه انا بحط ببطن ايديا كده بطراطيف صوابعي علشان اللحمه ما تبقاش في النص بس، لا، تضغطي في النص توزعي اللحمه في جميع اطراف الرغيف بتاع الحواوشي بتاعي. هنا انا هحط في الصاج كمان رغيف. تقدري ان انتي طبعا بقى لو عندك سجان، انا الصاج بتاعي يا دوبك هياخد هم رغيفين بس مش هيزود. لو حطيت فيه 3 هيبقوا يعني الصاج هيبقى ضيق، فانا كنت بجرب ان انا احط 3 بس للاسف ما نفعش. نقلت في صاج كل صاج حطيت فيه رغيفين. شايفين اللحمه بتاعتي اتوزعت كلها. شايفين العجينه كمان علشان ما واخده حقها في العجن وفي الراحه، مرنة وسلسة. وبصوا يعني اتفردت معايا بمنتهى السهولة. طبعا طلعت معايا الكمية دي كلها اهيت، بسم الله ما شاء الله. هبتدي بقى ايه اجيب هنا معلقتين من اللبن وعليهم نص معلقة من اللبن البودرة وابتدي ادهن وش الرغيف بتاعي بالشكل ده. الحواوشي هنا بيدخل على درجة حرارة 200. اول ما بياخد لون من تحت ببتدي اشغل عليه الشواية من فوق. طبعا بكمل بنفس الطريقة، بجيب الشوكة بتاعتي وهنا بقى بعمل فتحات في العيش بتاعي دوت علشان طبعا لو حابة ان انت تحطي سمسم او حبة البركة على وشه تحطي. بدهنه اهوت باللبن بتاعي زي ما اتفقنا، لبن بودرة على لبن حليب
بصوا بيديله لون كرمله كده، لون حلو قوي. هبتدي بقى ترش بقى حبة البركة مع سمسم، او حابة تحطي سمسم بس. انا عملت منه سادة، وعملت طبعا زي ما انتوا شفتوا كده اللي انا حطيت عليه حبة البركة والسمسم. بدخلهم الفرن بقى زي ما اتفقنا على درجة حرارة 200. اول ما بياخد لون من تحت اللون الذهبي، بعد كده بروح الرف الاوسط، بروح طبعا مشغله الشوايه، بياخد اللون الحلو ده. بعد كده بيكون مجهزه ربع كوبايه من الزبده او نص كوبايه حسب الكميه العيش اللي عندك، الحواوشي اللي عندك، عليها عودين من البقدونس كده علشان يدوله لون حلو. وابتدي امسكي، انا حاطه هنا زبده، تقدري ان انت طبعا بقى تدهني الرغيف بتاعك بالشكل ده، بيديله لمعة حلوة قوي. بعد كده بتغطيه شوية، بيبقى العيش بتاعك بصي طري جدا وكفاية الريحة بتاعته. والله العظيم دهنة السمنة البلدي اللي انا حطاها دي مخليه ريحة الحواوشي واو روعة، احلى من مليون مرة من اللي احنا بنجيبه من بره. طبعا ده منظره اهوت، يعني شايفين من نص كيلو لحمة مفرومة عملنا الكمية ديت بجد كده، جنب الكاتشب والمخلل حاجة كده انسي، جنب شرايح الطماطم بجد